يا ترى ايه الاقوى، الالومنيوم ولا البلاستيك؟ اكيد هتجاوبني من غير ما تفكر الالومنيوم طبعا. طب لو وريتك الصوره دي وقلت لك ان اللي انت شايفه قدامك ده جدار من الالومنيوم، وان الفجوه اللي حاصله فيه دي بسبب كره من البلاستيك، فيا ترى ايه التفسير؟ اخبط لايك وفولو وتعالى اقول لك. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. اللي انت شفته في الصوره ده عباره عن جدار من الالومنيوم الصلب اصطدمت بيه قذيفه من البلاستيك بسرعه 800 متر في الثانيه. طب ازاي البلاستيك قدر يعمل الفجوه دي كلها في الجدار الالومنيوم؟ مش المفروض ان البلاستيك اضعف وبالتالي لما يصطدم بيه ما ياثرش فيه؟ لو رجعنا لقوانين نيوتن للحركه هنلاقي ان في حاجه اسمها القصور الذاتي، واللي هو مقاومه الجسم لتاثير اي قوه خارجيه عليه. فلو الجسم ثابت بيميل ان هو يفضل ثابت، ولو الجسم متحرك بيميل ان هو يفضل متحرك طالما مفيش اي قوه خارجيه اثرت عليه وارغمته ان هو يغير حالته دي. وتعالى ناخد مثال دارج على الكلام ده عشان تفهم اكتر. لما تكون راكب عربيه والسواق بيفرمل مره واحده، إيه اللي بيحصل تلقائي؟ ان انت بتلاقي نفسك اندفعت لقدام، وده بالظبط بيفسر الكلام اللي احنا لسه قايلينه، ان جسمك بيحاول يحافظ على حاله الحركه اللي هو كان موجود فيها. ودي صوره من صور الطاقه، والطاقه دي بتتناسب طرديا مع سرعه الجسم، يعني كل ما سرعه الجسم تزيد طاقته هتزيد بغض النظر عن الماده اللي هو مصنوع منها. وفي الصوره اللي شفتها قذيفه البلاستيك كانت ماشيه بسرعه 800 متر في الثانيه، يعني تقريبا داخله على كيلو في الثانيه. ولو طبقنا قوانين نيوتن هنا هتلاقي ان القذيفه دي اتشحنت بكميه طاقه كبيره جدا نتيجه لسرعتها العاليه جدا لحد ما اصطدمت بالجدار الالومنيوم، واللي عمل بدوره هنا بدور المؤثر الخارجي. وكل شحنه الطاقه اللي كانت موجوده في القذيفه دي انتقلت وراحت للجدار الالومنيوم واثرت فيه وخلته بالمنظر اللي انت شفته ده. وما فرقش خالص ان البلاستيك اضعف من الالومنيوم، كل اللي فرق الخواص الفيزيائيه واللي اتغيرت بتغير المؤثر الخارجي.